السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر يا ابني. انا كنت محتاج اخلص الورق ده بعد خلص ورق. وقالوا لك أنا اللي هخلص لك الورق. اللهم صل على النبي، ده أولاد حلال قوي اللي دلوك عليا. لا وماله يا ابني، نخلص إن شاء الله. أنت معاك ورق إيه بقى؟ حضرتك محتاج ورق ايه؟ لا أنت تقول لي أنت معاك إيه وأنا هطلب حاجات وأنا هاخد اللي محتاجه منهم يعني إن شاء الله. لا يعني وريني يا ابني الورق اللي معاك اللي بتحرك دي كده. وريني يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده قيد عائلي وشهادات ميلاد ومصور البتاع ده. انت جاي تخلص بجد بقى وجايب ورقك كامل وبتاع؟ الحمد لله. لا اللهم صل على النبي، لا ورقك كله كامل ما شاء الله. لا بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله يا ابني. هو ايه اللي بعد العيد ليه طيب؟ لا من غير سبب ولا حاجه، بس انا مش عارف هقول لك السيستم واقع مثلا، ما انت مش هتصدقني واخد بالك. لكن بعد العيد تحس ان هي لايقه على الفتره دي كده. هو الاسبوع ده يا ابني اي حاجه بعد العيد، اي حاجه قولها بعد العيد وخلاص ان شاء الله اخلص لك كل حاجه. ده انت ورقك خلصان. ده هو واقف على امضه وختم من الحاج ربيع ان شاء الله، وهتلاقي ورقك كله خلص ان شاء الله. طب الاقيه فين الحاج ربيع وانا؟ لا تلاقيه فين ايه، انا عمك ربيع، انا اللي هختم بس بعد العيد برضه. ايوه ان شاء الله. لا ما تبرطمش بقى، ما هتضيع صيامك عشان واحد زي بذمتك الشهر الفضيل بقى وبتاع نقعد نشتم فيه عشان شويه ورق. ما ينفعش طبعا يا ابني. خلي واخد بالك يا مدير. هو جالك مين؟ لا جالي. هو تبع حضرتك، ما هو قال لي انه تبع حضرتك. لا ده واقف على امضه، انا مش عارف جاي لي ليه. والله لسه بقول له ورقك خلصان مش محتاج حاجه. يوم نوم، تاني يوم نوم برضه. يا حاج ربيع يا مدير كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا مدير، انت طيب الله يكرمك. دي يا مدير لا مؤاخذه. دي العيديه. عيديه مين كنتوا؟ يا جدع في ايه؟ لا اله الا الله. لا دي حاجه حلوه طبعا، لا حاجه حلوه ترى وانت طيب يا مدير. لا استني العيديه دي هتتخصم من حاجه قدام بتاع الكلام ده. بقى نعمل كده برضه؟ انت تعمل انيل من كده انت تعمل اكتر من كده يا مدير وانا مش عارفك. ده شغال هنا بقالي 15 سنه. فجاه كده بقينا بندي عيديه وبتاع. احنا مش كده. ده انت كنت بتبصمني وانا باخد المرتب فاكر. لا عيديه ومال ماشي كل سنه وانت. استنى يا مدير. الاجازه بتاعت العيد. الاجازه بتاعت العيد لحد يوم كام؟ لا الاجازه يوم الاحد. لا لحد يوم كام؟ لا هي يوم الاحد. الحد بس كده دي الاجازه. ونشتغل تاني وتالت ان شاء الله. ان شاء الله. ما دي كده مش عيديه، دي كده الاضافي بتاعنا واخد بالك. هتلاقي الاضافي 500 وانت هتديني عيديه 300 اصلا وتبقى وفرت 200 جنيه واخد بالك. انت اقسم بالله انا ما شفتش حد زيك. والله انت المفروض يحط صورتك على الجنيه. انا ما شفتش حد بيعز الجنيه زيك كده. اللهم صل على النبي، انت دماغك شغاله. هات يا مدير. انت طيب يا مدير. انت طيب. توكل على الله. ده يقول لك كل سنه وانت عيديه، فجاه بقيت بتدي عيديه. والله العظيم يا جدعان ده انتوا عالم. الو يا ريس، لا مؤاخذه لو ازعجناك ولا حاجه، معلش بس انا كنت عايز استفسر عن اجازه العيد. يعني اجازه العيد هتبقى الوقفه والثلاث ايام بتوع العيد ولا الاسبوع كله على بعضه بقى؟ بس انا العيال عندي يعني كانوا عايزين يتفسحوا وكده، فانا قلت بقى اسالك يعني. كل سنه وانت طيب. اختار يوم. اختار يوم يعني نبتدي بيه الاجازه. والله كلك ذوق، انا عارف والله ان كلك ذوق. اختار يوم اجازه. اختار يوم اجازه ازاي؟ لا انا بكلمك على عيد الفطر اللي هو مش عيد ميلادي. ده عيد الفطر اللي هو بيبقى 3 ايام، عارفه اللي هو في ابدل مع زمايلي. ابدل ايه مع زمايلي؟ اللهم صل على النبي. هو الاجازه يوم واحد؟ لا اله الا الله. اصل انا كنت قريت كده العاملين بالدوله والقطاعات الخاصه والعامه وبتاع واجازه اسبوع ولا احنا مش عاملين بالدوله، احنا جواسيس في الدوله مش كده؟ انتوا معتبريننا حاجه؟ اللهم صل على النبي. لا وماله. يعني دي قطاع ايه اللي انتوا فيه ده؟ دي قطاع ايه بجد والله؟ ده انتوا لو قطاعين طرق هتدونا اجازه اكتر من كده. هو ايه اللي يوم واحد ده؟ لا اله الا الله. نلحق نحقق التارجت. لا نلحق طبعا نحقق التارجت. ومال نلحق نحقق التارجت في العيد، ما احنا بنبيع بيتي فور مش كده؟ لا وماله يا فندم وماله. لا ننزل طبعا تحت امر. وطبعا انت هتاخد المدام والاولاد وتسافر اسبوعين ولا حاجه. ترجع تلاقينا حققنا التارجت، تاخد البونص وتتوكل. انت شغلانتك صعبه قوي يا ريس. والله انت بتتعب. اللهم صل على النبي. ربنا يديكوا الصحه يا رب. ربنا يديكوا الصحه. ده انتوا دي الشركه دي قاره رقيق ولا ايه؟ ده انا مش عارف. لا اله الا الله. وماله يا ريس. لا تحت امرك. مع الف سلامه.